حالة من الدهشة والقلق سادت بين سكان مدينة أبشوي بمحافظة الفيوم المصرية بعد ظهور حيوان بري غريب يتجول بشكل مفاجئ في أحد الشوارع، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الكائن ومصدر ظهوره. ووفقا لشهادات عدد من الأهالي، فقد شوهد الحيوان أثناء تحركه بحرية في شارع محمد علي أغا بالقرب من الإدارة الزراعية، حيث لفت الانتباه بسبب حجمه غير المعتاد وذيله الطويل، ما جعل بعض المرة يشعرون بالخوف لعدم قدرتهم على تحديد نوعه في البداية. وبحسب روايات السكان، تحرك الحيوان بسرعة بين المنطقة السكنية قبل أن يفر باتجاه الأراضي الزراعية القريبة، تاركا خلفه حالة من الاستغراب بين الأهالي، الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل لمعرفة حقيقة هذا الكائن والتأكد من عدم وجود أي خطر على السكان أو الحيوان. وبعد انتشار خبر ظهوره، طالب عدد من المواطنين بسرعة فحص المنطقة من قبل الجهات البيطرية والبيئية المختصة، خاصة مع وجود مخاوف من عودة الحيوان إلى المناطق السكنية أو اقترابه من المنازل والمزارع. وأشارت بعض التقديرات إلى أن الحيوان قد يكون النمس المصري، وهو أحد الحيوانات البرية المعروفة بذكائها وسرعة حركتها وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة، حيث يعتمد في غذائه على صيد الكائنات الصغيرة. ويعتبر النمس المصري جزءاً من التنوع البيولوجي في المناطق التي يعيش فيها، وقد يكون ظهوره أحياناً مرتبطاً بالبحث عن الطعام أو تغير الظروف البيئية التي تدفع بعض الحيوانات البرية إلى الاقتراب من المناطق التي يسكنها البشر. ورغم أن هذا النوع من الحيوانات لا يمثل عادة تهديداً مباشراً للإنسان، فإن الجهات المختصة تؤكد دائماً أهمية عدم الاقتراب من الحيوانات البرية أو محاولة الإمساك بها، وترك مهمة التعامل معها للمتخصصين.